السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة فطيرة، مش أي فطيرة. فطيرة ولا فيها دقيق بقى ولا خميرة ولا عجن ولا أي حاجة خالص. فطيرة هتطلع معاكي تحفة بجد. فطيرة من البطاطس. تقوليلي بقى في البطاطس تعمل فطيرة؟ زي ما انت شايفة منظرها الجميل ده، شكلها جميل والوش بتاعها شكله تحفة. قطعها زيها زي البيتزا كده، زي ما انت شايفة. عندنا بطاطس هنبشرها اول حاجه. خليكم معايا خطوه خطوه كده. بعد ما قطعتها اهي زي ما انتم شايفين اهي، نطلع منها جزء كده كأنك بتقطعي بيتزا بالظبط. وطعمها وحشوتها وما اقولكيش بقى على الحشوه بتاعتها بقى، ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. حشوه جميله وموجوده عندك في البيت. الحشوه بتاعتها ادي المقادير بتاعتها زي ما انتم شايفين. عندنا بطاطس، وعندنا فلفل الوان او فلفل اخضر اللي موجود عندك. عندي بصلايه كده كبيره، وعندي 3 بيضات او بيضتين مش مشكله. هنجيب بقى البطاطس بتاعتنا نحطها في الكبه او تبشريها على المبشره عادي بتاعت البصل. هتتبشر معاكي ايه برضو حلو، هتديكي نفس النتيجه يعني. بس انا هنا عشان ايدي بس منها بتوجعني فمش قادره ايه ابشر على المبشره العاديه. فبصراحه جبت الخلاط بتاع بنتي اهو زي ما انتم شايفين كده. في المبشرة بتاعة البصل عملت فيها البطاطس. طلعها حلوة جدا جدا، بتبشرها حلوة قوي. بشرت حتة جربتها الأول وبعد كده هحط حتة تاني. بس المنظر بتبشرها ايه، شرايط رفيعة قوي. انت ممكن كل ده ممكن تعملي على المبشرة بتاعة البصل العادية خالص بتاعة كل بيت. خلاص نبشر البطاطس بتاعتنا كلها زي ما انتم شايفين. في حتت كده بتفوت برضه دي هنشيلها خالص عشان حتت جامدة اهي. شايفة البطاطس بقت عاملة ازاي؟ ابتدي احط عليها مية عشان ما تسودش. خلاص، عشان ايه ابتدي اعمل الحشوة. اركنها على جنب وابتدي اعمل الحشوة بتاعتنا. خلاص، الاول قبل الحشوة ال3 بيضات احطهم في طبق كبير عشان ابتدي احط في كل المكونات على بعضها عشان يكفي. 3 بيضات مع شوية فلفل اسود مع شوية ملح صغيرين. وابتدي ايه ارب البيض كده، اقلبه جامد. خلاص، على ما البطاطس تصفي ميتها احطها في مصفى. خلاص، احطها في مصفى بشوية الملح اللي حطيتهم على البيض، ما كترش طبعا. ربنا البيض حلو قوي. نركنه على جنب زي ما انتم شايفين كده. واجيب البطاطس احطها في مصفى عشان تصفي ميتها نهائي، مخليش فيها ولا نقطة مية. حتى ما تصفاش بايدك الاول، لازم تحطيها في مصفى الاول زي ما انت شايفة كده. زي ما شايفين كده حطها ايه المصفى اللي قدامكم دي حتى ما تصفي ميتها خالص. هبتدي بقى ايه اعمل الحشوة بتاعتنا. معلقتين زيت على البوتاجاز، احط فيها البصلة اللي انا قطعتها، مقطوعة كده شرايح طويلة اللي هي الأجنحة دي. وابتدي اقلبها على النار لحد ما تدبل. بس انا مش عايزاها تحمر ولا تاخد لون حتى، يا دوب تدبل تبقى طرية كده، تحس ان هي طريت معاك. ابتدي احط لها شوية الملح وشوية فلفل اسود. عشان كده انا قلت لك ما تحطيش ملح كتير على البيض، عشان لازم نحط ملح على البصل عشان يطعمه كمان هو الفلفل وهو ايه بيستوي كده على النار. اول ما يدبل كده بروح حاطه ايه، اجيب الفلفل الالوان اللي انا قطعته مكعبات صغيره، او تقطعيه شرايط طويله مفيش مشكله خالص. انا قطعته مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده. وابتدي اقلبه على البصل
اجيب غطا واغطيه واوطي عليه النار خالص خالص عشان ما يتحرقش مني، ينزل بس ايه، البطاطس تنزل الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده اهو. البيض بتاعنا اجيب بقى البطاطس واحطها على البيض اللي انا عملته الاول. خلاص صفت ميتها خالص. البطاطس المبشوره بتاعتنا المغسوله حلوه اوي في ميه، بصفيها صفتها خالص من الميه، ابتدي احطها على البيض واقلب البيض مع البطاطس زي ما انتم شايفين كده. تقلبي بقى بمعلقه، تقلبي بأي حاجة انت عايزاها، بشوكة أو بأي حاجة، عشان مش هينفع تقلبي ده بإيدك طبعا عشان البيض. خلاص نقلبه حلو قوي بحيث ان البطاطس تتقلب حلو كده مع البيض. خلاص، والحشوة بقى الحمد لله خلصت اهي، وسبتها لما بردت خالص. مينفعش احطها وهي سخنة عشان البيض اللي عندنا اللي في ايه، اللي في البطاطس. جبت صينية او طاسة كده زي ما انتم شايفين، حجمها متوسط، بس يعني دي كبيرة شوية. هنشوف كل حاجة موجودة هتبقى موجودة في ايدك تحليها، اي مشكلة ممكن تحليها بايدك، وهتشوفي دلوقتي اي مشكلة تقابلنا نحلها على طول. دهنت الطاسة او الصينية بشوية زيت كده كويسين، شوية زيت محترمين كده، وابتدي اخد بقى البطاطس اللي متقلبة على البيض، واحط طبقة حلوة في ارضية الصينية. شايفين كده، مخليش ايه الصينية تبان خالص، وابتدي اوزعها كده بظهر المعلقة شايفين كده. مخليش ايه، قلت ايه، الصينية من تحت تبان خالص، لازم الطبقة تبقى مدارية. اي حتة خفيفة بروح واخدة شوية بطاطس احطها عليها. اجيب الحشوة بقى وابتدي ايه احطها طبقة البطاطس. شايفين كأنك بتعملي بيتزا، كأنك بتعملي فطيرة شرقي. إيه بصراحة يعني هتعجبك قوي، طعمها يطلع حلو قوي قوي. عجبت ولادي بصراحة، بيقولوا يا ماما الطريقة دي جميلة اعملها لنا على طول. طلعت طعمها حلو قوي، يعني طعمها احلى كمان من اللي بيبقى فيها لحمة او فراخ. اجيب بقى احط طبقة تانية من البطاطس اهو. طبعا هنا اول مشكلة هتقابلنا هنحلها برضو في ايدينا، مش مشكلة. الطبقة التانية طلعت ايه، البطاطس الكمية اللي باقية عندي قليلة، جبت بطاطساية وبشرتها اهو، وحطيتها على بقية البيض. الطبقة الأولانية اللي حطيتها على الحشوة دي طبقة جبنة موتزاريلا الأول، وبعد كده هحط طبقة البطاطس. يعني حطيت طبقة جبنة موتزاريلا، جبنة الشيدر اللي عندك حطيها. جبت بطاطساية وبشرتها، اما لقيت كمية البطاطس قليلة عشان تغطي الحشوة بتاعتنا، بطاطساية صغيرة كده متوسطة، وبشرتها عشان تكمل الطبقة التانية اللي على الوش، الحشوة ما تبانش خالص. خلاص غطينا وسوينا السطح بتاعها كده. ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق عادي على نار هادية خالص، وتقلبي الصينية فوق وتحت، أو تحطيها في الفرن زي ما أنا عملت. دي أنا سويتها في الفرن، ممكن تسويها على البوتاجاز من فوق، مفيش مشكلة خالص. خلاص ابتدي بقى ايه، أول ما هديت كده أحطها، أقلبها، أحطها في صينية، وبعد كده أقلبها على وشها، على الوش اللي هو بتاعها الأصلي. شايفين تحفة بصراحة، ولا لزقت ولا أي حاجة، متلزقش خالص خالص معاكي. قلبتها وجبت على الوش وقلبتها تاني عشان أجيب الوش بتاعها الأصلي على الوش، وابتدي أقطعها زيها زي البيتزا، زي ما وريتكم كده في أول ايه، في أول الفيديو. وهتدوقوا طعمها جميل جدا، وحاجة مش مكلفة وحلوة قوي، صراحة جميلة جدا جدا، وهتعجبك قوي وهتعجب ولادك ان شاء الله. حاجة مش مكلفة، لا لحمة بقى ولا فراخ، الحاجات الغالية بتاعتنا اهي. بصي بصي طلعت ازاي بيتزا، يعني انت كأنك عاملة بيتزا. دي شكلها جميل جدا جدا جدا، اللهم بارك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد على منظرها الجميل والحشوه بتاعتها الجميله الباينه. بقول لك عجبت ولادي قوي قوي وقالوا لي ده احلى من البيتزا. يلا اعمليها لي تعجبهم قوي 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 بصراحه وجربيها. وعايزه بقى ايه اللايكات بتاعتكم الجميله وكومنتات. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.